يا أهل، أنا كيرو، ودي حلقة رقم 21 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. فاكر أول مرة تحس إن في حاجة اتغيرت فيك وفي حياتك من غير ما تعرف إيه اللي حصل بالظبط؟ النهاردة حصل لي شيء بسيط جدا، بس هز حاجات واخدة مساحة كبيرة جوايا الفترة الأخيرة. طلعت الصبح كعادتي في شوارع المعادي الهادية، أمشي الكلب بتاعي. هوا خفيف، مش برد قوي ولا حر، حاجة في الجو بتقولك إن الصيف خلاص بدأ يودع والخريف بيفرض شروطه على الحياة. رحت على نفس المكان اللي بروح له كل يوم أجيب منه قهوة. عارف لما تحفظ مكان لدرجة تحس إنك ممكن توصل له وعينيك مغمضة؟ وصلت وبصيت لقيت المكان مقفول، اليافطة مش موجودة والباب الإزاز مقفول وعليه ورقة صغيرة متعلقة مغلق لحين إشعار آخر. لحين إشعار آخر، كلمة عجيبة قوي، اللي هو إمتى مش معروف، لكنه مش دلوقتي. الورقة الصغيرة دي فكرتني بناس كتير، ناس بيختفوا من حياتنا فجأة، مرة تحت شعار خلي بينا تليفون، ومرة من باب أنا محتاج شوية وقت وهرجع، أو حتى عملوا زي صاحب محل القهوة وقفلوا بابهم مرة واحدة لحين إشعار آخر. طول عمري نفسي أفهم إيه حب البشر في فكرة النهايات المفتوحة. وقفت لحظة قدام الباب، مش عارف مستني إيه ولا مستني مين، بس واضح إني ما كنتش مستعد لفكرة إن المكان ده ممكن يختفي من حياتي هو كمان فجأة. طبطبت على قلبي بحنية وكأني بقوله يلا بينا نروح نشوف محل قهوة تاني. بحب جملة عود نفسك ما تتعودش على حاجة. رحت لمحل تاني في آخر الشارع، أخدت القهوة ومشيت ناحية الجنينة اللي بقعد فيها كل يوم أنا وكلبي. فكيت له الليش وجري يلعب في حرية كبيرة. قعدت على بنش خشب في وسط الجنينة وعناية بتراقبه من بعيد. خدت أول بق قهوة وبصيت لمشهد الغيم في السماء والشمس اللي بتحاول تطلع من قلبه تدفي الجو. حسيت روحي هي صديقي الأقرب اللي قاعد جنبي في اللحظة دي، فقررت أوجه ليا كم سؤال. إزاي حياتي اتغيرت بالشكل الدرامي الكبير ده؟ إزاي دايرة علاقاتي بعد ما كانت مليانة بصحاب وناس كتيرة فضيت فجأة؟ إزاي مطلوب من الواحد في يوم وليلة يعود روحه تتأقلم مع غياب الناس المفاجئ؟ ناس مش هتبقى موجودة زي زمان. لسه عيني على كلبي وهو منطلق حر بيلعب لوحده، لكنه مستمتع بالحرية اللي هو فيها وبيجري في سعادة. صحيح فراق الناس القريبين بيسيب فراغ، لكن الغريب ان الفراغ ساعات بيجيب معاه
نسبة حرية، وإن الوحدة ومع إنها بتوجع بتخلق نوع من السلام الداخلي. شعور غريب لكنه صادق. قمت من مكاني ومشيت بخطوات بطيئة وهادية ناحية كلبي، كأني في حاجة في الجو، ريحة تغيير، نفس الإحساس اللي بيجي قبل الدنيا ما تمطر. الشجر الخالي من أوراقه بيفكرني بحاجة قررت أسميها حكمة الخريف. يمكن اللي حصل في حياتي مش نهاية، يمكن مجرد موسم. خريف حياتك اللي بيجي بعد الزحمة والفوضى عشان يديك فرصة تتنفس وحدك من جديد. موسم بتقع فيه حاجات كنت متمسك بيها وكأن جه وقت التخلي عنها أو فقدانها بغير إرادتك. في كتاب The Hidden Life of Trees بيقول الكاتب: في الخريف الأشجار بتسحب طاقتها إلى الداخل، بتتخلى عن أوراقها مش لأنها بتموت، بل لأنها بتستعد للبقاء في الحياة من جديد. عملية أشبه بإعادة توزيع الطاقة والموارد جواها. يعني مش نهاية الشجرة زي ما احنا بنفتكر. حتى الطبيعة بتعرف امتى تسيب، أو ازاي تتخلى بكامل إرادتها، أو تسلم في إيمان تام بأن الفقد سنة كونية والتغيير هو الأصل في الحياة. الكون نفسه بيقول في حاجات لازم تقع منك علشان حاجات تانية تتولد فيك. الخريف مش بيجي يعاقب الطبيعة، لكنه بيجي يأكد حقيقة كلنا بنهرب منها، وهي تغيير فصول حياتنا، واللي بيعيد كل فترة توازننا الطبيعي في الحياة. الخريف بيدي شرعية لفكرة النهاية، قبول فكرة إن في ناس وأشياء لازم يقعوا من شجرتك عشان ترجع تتنفس وتحس بالحياة من جديد. بتقول عالمة الأحياء البحرية والباحثة راشل كارسو: هناك شيء يحمل شفاء لا نهائي في تكرار ألحان الطبيعة. سرحت ورفعت عيني أبص على الكلب من جديد. الجنينة كانت هادية زيادة عن اللزوم. ناديته مرة واتنين، مجاش. بصيت حواليا ولكن الكلب اختفى. بيقول الشاعر أمل دونجل: لم يتبقى من السنوات الغريبة إلا صدى اسمي وأسماء من أتذكره. لسه فاكر قلبي يديلك أمان. الجملة دي بتلخص حقيقة بنفهمها متأخر. قطر الحياة ماشي ما بيستناش، والركاب بيطلعوا وبينزلوا وبيتغيروا طول الوقت. الأماكن بتتبدل والناس بتتبدل وإحنا نفسنا بنتبدل. حمزة نمرة قالها ببساطة مرعبة: طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب. جرب تبص حواليك، كم واحد دخل حياتك ومشي؟ كم حد شاركك مشاعر، أيام، تفاصيل، ثم اختفى؟ الحقيقة مهما رفضناها هي إن كل شخص في حياتك له محطة وهينزل، مهما تعلقنا ومهما قدمنا ومهما حاولنا نخلي الرحلة معاه أطول. الفقد مؤلم، وأحيانا حبنا ورغبتنا في بقاء الآخرين لا يغير شيء من احتمالية رحيلهم. اللي عايز يمشي من حياتك هيمشي مهما هتعمل عشانه، واللي عايز يفضل هيفضل مهما هيحصل بينكم. المؤلم هنا يا صديقي إنه بعضهم بيسيبك فجأة بدون وداع، بدون أعذار. بياخد من حبك وتضحياتك وكل اللي قدمتهوله ويسيب لك على الترابيزة فنجان قهوته الفاضي، بيفكرك إن كان في حد هنا
وبيشرب القهوة معاك وانت قدمتها له بحب. فتقف قدام سؤال: هل كل من اختفى، ولا بحر الحياة بيجيب لحياتك ناس وياخدهم زي حركة المد والجزر؟ وأوقات كتير إحنا اللي بندي للناس الغلط، تدي كل مشاعرك لحد وما يحسش إنها كفاية، تسند الناس ولما تقع ما تلاقيش حد يمسك إيدك، تفتح قلبك بعد سنين مقفول عليه وتندم إنك فتحته لآخر إنسان في الدنيا ينفع تفتحهوله. والنهاردة أنا مش زعلان من حد، أنا يمكن مستغرب. ناديت على كلبي تاني ولكني قررت أطمن نفسي. كنت من جوايا عارف طبعه هياخد لفته ويفضل يدور، ولما يكتفي هيرجع لمكانه لوحده. أنا طول عمري كنت الشخص اللي بيبدأ بالمكالمة، اللي بيطبطب، بيحاول يصلح وبيحاول يمسك في الناس. بس اكتشفت إني غريب في عالم بيلعب بقواعد غير اللي أنا مؤمن بيها، لحد ما حسيت إني قلبي بقى ميزان مايل وخربان. في كتابه اللامنتمي بيقول كولين ويلسون إن اللامنتمي مش مجرد شخص بيعيش بعيد لوحده، لكنه شخص بيشوف العالم من زاوية مختلفة، شخص الحضور الإنساني أصبح بيستهلكه، فاختار ينسحب، مش هروب لكن بحثا عن سلامه الداخلي. هو شخص بيهرب من المعنى الناقص في كل حاجة، من العلاقات اللي شكلها قريب بس أرواح أصحابها بعيدة، من قيم بنتباهى بيها وبنرددها أكتر ما بنعيشها، من عالم بيهتم يبص على البشر من بره من غير ما يشوف فيه إيه جواهم. والأغرب إنه ساعات بيبقى هو نفسه الشخص اللي الناس منبهرة بيه من بعيد. وسمعت صوت كلبي من جديد وشفته جاي عليا من بعيد، بس المرة دي مش لوحده. في حاجة غريبة بتحصل من غير ما ناخد بالنا، وهي إنه في ناس كتير بتحبنا بس بتحب نسخة معينة مبهرة مننا، لكن مش بتحبنا احنا زي ما احنا. بيحبوا النسخة اللي بتلمع من بعيد، النسخة اللي من غير وجع، النسخة اللي شكلها جميل من بره وضحكتها ما بتفرقش وشها. مفارقة غريبة إن حياتك تبقى حلوة في عين غيرك أكتر ما هي حلوة في عينك. قرب كلبي مني ومعاه كلب تاني، ومن وراهم كانت ماشية صاحبة الكلب. كنت بشوفها بتتمشى معاه هنا أحيانا، لكن عمرنا ما اتكلمنا. ضحكت، قربت، قالت لي بنبرة فيها ود: كلبك لطيف قوي. ابتسمت ابتسامة صغيرة. هو اجتماعي بس بياخد وقت على ما ياخد على الناس. قعدت على البنش الخشب جنبي كأنها كانت جاية تقعد من الأول، وابتدت هي بالكلام: بشوفك هنا كتير بس دايما لوحدك، ودار الحديث بينا والوقت سرقنا من غير ما نحس. وبعد سكوت للحظات بينا بصيت لي وقالت لي: أنا نفسي أبقى هادية كده زيك. طلعت مني ضحكة صغيرة، ضحكة يمكن كان فيها حزن خفيف. سألتني عن السبب اللي بضحك عشانه. الفرض كان لأن الشخص اللي بيكلمني ده شايف نسخة عمري ما عشتها كاملة، شايف لقطة مش الفيلم، شايف فلتر جميل مش عيوب الصورة الحقيقية وإحنا على طبيعتنا. الناس يا صديقي بتحب النسخة المبهرة منك، المنتج النهائي المتغلف. بتشوفك واقف بس مش شايفة انت وقعت كم مرة، وانت من غير ما تحس بتبدأ تحافظ على النسخة دي، بتبدأ تلمع الحتة اللي الناس بتحبها، بتحاول تلغي المشاهد اللي محدش هيستحمل يشوفها أو يعرفها عن حياتك. وبناخد بالنا طول الوقت إن الصورة ما تتهزش، إنك ما تضعفش، إن حملك ما يبانش، لحد ما تحس إنك عامل زي فاترينة محل شيك
يافطته دايما منورة والبضاعة فيه مترتبة، والمكان من بره جذاب ولطيف وشيك، بس جوه انت لوحدك عارف مكان الكراكيب فين العيوب، فين أماكن الخدوش في إزاز الفترين. في جملة مشهورة منسوبة للممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو بتقول: لو ما تقدرش تتحملني في أسوأ حالاتي يبقى أكيد ما تستاهلنيش في أفضل لحظاتي. اللي يحب فيك الواجهة بس من بره ما يستاهلش حقيقتك كاملة. وفي فرق كبير بين حد حابب يكون جنبك وحد بينبهر بيك. في حد هيدخل حياتك عشان هو بيدور على الحب، وفي حد هيدخل حياتك عشان بيحبك انت. الأولاني بيدور على مشاعر هو محتاجها عندك أو عند غيرك، والتاني يا صديقي بيلاقي فيك اللي مش ممكن يلاقيه عند حد تاني غيرك. ساعتها حسيت إنه في حكاية أعمق من قهوتنا وكلابنا. شو بخاف دق عليك وما لقيت. فسألتني بصوت هادي: بتحب الأفلام؟ فهزيت راسي: أيوة. شفت فيلم The Great Gatsby. الفيلم ده عن الصورة اللي الناس بتحبها فيك، مش الشخص الحقيقي من جوه. سكتت لحظة وبصيت لي. يعني الناس ساعات بتحبك مش عشانك انت، لأ، بيحبوا النسخة المبهرة اللي من بعيد عشان عايزين يقربوا منها فيلمعوا معاها. هو جاي اصلا انت مش واخد بالك ان هو منبهر بيك اصلا، فانت بتبان قدامه انسان عادي، فيبتدي يقول لك الله ما عاديه اهي، فيبتدي يعاملني بطريقه فيها يلعب معايا لعبه كده نفسيه، فانا اخدها بحسن نيه. انا مش متربصه لك قوي كده، مش واخده حذري قوي كده، مش معقول بقى يعني هفضل واخده حذري طول الوقت، مش حلوه دي، مش حياه. فاول ما انا ببقى طبيعيه فهو يبتدي يشم نفسه. انا بعد شويه بحس انه لا على فكره مش دي المعامله اللي انا استحقها، فابتدي انا افرد ظهري. فلما افرد ظهري هو ما يعجبوش، فهنا بشوف انه انا كنت غلط، انا كان لازم اسيبك منبهر، خليك عندك كده. وبعد لحظات من التفكير ومن السكوت قالت هي: عارف، وانا قاعده هنا فكرت في حاجه. حتى الناس الغلط اللي بنختارهم وبنسمح لهم يدخلوا حياتنا، لو كنا نعرف انهم غلط من الاول ما كناش هنختارهم. لكن ساعات اختيارك الغلط بيعلمك على الاقل انك ما تختارش النوع ده تاني من البشر. سكتنا لثواني تاني، بصت في السماء وقالت: يمكن عشان كده احيانا بنحتاج نسيب الناس بعيد عشان نفضل نشوفهم اجمل. وهي بتربط ليش كلبها قالت بنبرة كان فيها ثقة كبيرة: تجربتي في الحياة علمتني إن القرب مننا نعمة مش لكل الناس. مادام انت متأكد إن قلبك لسه جميل، قادر يدي وبيعرف يحب. ودعتني وهي مبتسمة، مبسوطة إني عرفتك. لما بنسمح لحد يدخل حياتنا احنا مش بنديله حاجة واحدة، احنا بنفتح له درج كامل جوه نفسنا. لكن هل كل اللي بنديه بيرجع لنا بنفس القيمة، بنفس المشاعر الحلوة؟ فمثلا بنديه وقت، والوقت أصلا وحدة عمر. بنديله طاقة، والطاقة مش دايما متاحة، ده غير إنها محدودة. بنمنحه من أسرارنا، والسر في عالم روحنا أشبه بمفتاح خزنة غالية ما ينفعش يبقى في إيد كل الناس. بنديه مشاعر، وهنا يحصل أجمل وأخطر تبادل. بنديله مساحة في حياتنا، فنبدأ نسأل: إيه المقدار الحقيقي اللي هو يستحقه في حياتنا؟ فلما تكتشف إن اللي حواليك بيحبوا ما تمنحه ليهم مش ما أنت عليه، هل المفروض هنا تكمل ولا تقف وتمشي؟ العطاء مش عيب، لكنه خطير لو مارسناه من غير قواعد وضوابط وشروط.
العطاء بلا وعي يا صديقي بيحول الحب لاستنزاف. جبران خليل جبران بيقول في رسائل الحب: لا أحد يملك قلبك إلا أنت، فلا تسلمه إلا لمن يستحقه. وهنا بتيجي لحظة الإدراك. الاكتفاء بنفسك أحيانا مش انسحاب، هو وعي، حفاظ على ذاتك، وضبط لميزان عطائك. أنا شخصيا يا صديقي كنت فاكر إن العطاء بيخليني إنسان أحسن، فأفضل أدي ودي ودي لحد ما اكتشفت إني فضيت. القهوة كمان شبه العطاء، ليها جرعة مثالية ومظبوطة، مش بخل منها، لكنها عارفة مقدار احتياجك منها عشان تفضل تحبها وتستمتع بيها. في كتاب باوندريز بيقول الكاتبين أصحاب الكتاب إن بعض الأشخاص ينجذبون لمن يعطي بلا حدود، لكنهم لا يهتمون بالشخص نفسه بل بما يحصلون عليه منه. فالحدود هنا يا صديقي مش قساوة قلب منك، لكنها حماية، احترام لذاتك. لما تحط حدود العطاء وتحافظ على نفسك، على سلامك، هتحس لأول مرة إن اللي بتديه للآخرين له قيمة. فكر كده معايا في آخر مرة منحت قلبك أو وقتك لحد، هل حسيت إن قيمتك اتقدرت فعلا؟ زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فروح إليه ومن جفاك فصد عنه. الناس نوعين لما هيدخلوا حياتك، ناس بتدخل عشان تشاركك الطريق، وناس بتدخل عشان في طريقهم تشحن هي منك. فأنت مصدر اهتمام، مصدر أمان، مصدر احتواء، أو مصدر طاقة ومصدر سند. انت بالنسبة لهم محطة بنزين ماشي على رجلين، وأول ما خزانهم هيتملي يحصل اللي ما كنتش عايز تصدقه أو رافض تتوقعه، إنه هيمشي، مش لأنك وحش ولا إنك قصرت، لكن ببساطة لأنك تميت مهمتك في حياته بنجاح. في ناس ما بتحبكش، هي بس بتحب إحساسها الجميل جنبك. الناس الصح صدقني ما بتشبعش منك. فاشرب قهوتك يا صديقي وطبطب على نفسك، واعتذر لها على الناس الغلط اللي اديتهم أو حبيتهم أو دخلتهم في حياتك. أوقات بجد بتبقى محتاج تعتذر لنفسك على كل الوقت اللي ضاع في زعل على ناس ما يستاهلوش وجودك في حياتهم. وصدقني أي خير عملته عمره ما هيترمي في البحر. الخير والمشاعر الصادقة والنوايا الطيبة بيتشالوا عند ربنا. ومع فنجان قهوتك اللي جاي افتكر اللي اكتفى منك واختفى ما ينفعش تلوم نفسك عليه، لكن ينفع تتعلم ما تديش روحك كاملة للناس دفع أرخص تذكرة حضور في حياتك.